ولدك تو داخل المدرسة تخيل انه قلم رصاص وعنده مشاكل في الخط، هذا القلم سبحان الله بديت نتعلم فيه وولدي طبق من اول يوم، ثالث يوم، رابع يوم، شهر، شهرين خطوة تحسن. هذه تجربة العميل، هذا هو فيديوهات الجلسة اللي نتكلم عنها، هذه الفيديوهات اللي انت المفروض تحطها في تيك توك. عبد الرحمن الديري متخصص في إدارة الحملات الإعلانية، وقاعد تجي استفسارات كثيرة صراحة في إنه عبد الرحمن سوينا حملة إعلانية وفشلت، عبد الرحمن سويت الحملة، سويت كل اللي أنت قاعد تقوله وفشل، كل اللي أنت تكلمت عنه إحنا طبقناه. فإذا أنت واجهتك هذه المشكلة تابع معي الفيديو للنهاية. طيب، أول شيء لما نتكلم عن حملات إعلانية إحنا لازم نقسم الموضوع. إيش يعني حملة إعلانية؟ يعني محتوى، تمام، بتدفع عليه فلوس عشان يوصل للناس، بس هذا هو المحتوى اللي انت بتنزله في حسابك. حتى اذا انت مالك حتى في الحملات الاعلانيه، اذا انت شخص عادي عندك حساب في تيك توك او في انستغرام قاعد تنزل ستوري بوست، هذا الستوري والبوست انت بس بتدفع عليه فلوس عشان يوصل لاشخاص اكثر، عشان يسووا الشيء اللي انت تبغاه، يطلبوا المنتج حقك او الخدمه حقك. فانا لما اجي ادفع مبالغ والعميل ما يقتنع بالمحتوى فانا كده خسرت. فانا قبل ما ادفع لازم اتاكد من الفيديو او الصوره اللي بتوصل للشخص. طيب كيف حتاكد؟ لازم اول شيء اتاكد المنصه نفسها ايش الاشياء اللي تحبها المنصه. في حاجه عندنا في الحملات الاعلانيه حاجه السي بي ام. السي بي ام هذا مؤشر جدا 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 مهم، وكثير من المسوقين المتخصصين باداره الحملات الاعلانيه ما يعطوا الموضوع هذا اهميه. السي بي ام اذا انخفض عندك هذا مؤشر، خلاص هذا مؤشر التيك توك قاعد يقول لك انا يا عبد الرحمن عجبني الفيديو حقك. كيف يعني عبد الرحمن انا عجبني الفيديو حقك؟ والله عبد الرحمن انا احتاج منك اشياء معينه تسوي لي اياها في الفيديو حقك، في الفيديو اللي حينزل في التيك توك. اذا سويته ترى الشيء هذا حيعجب الناس، واذا عجب الناس معناه انا حخفض لك التكلفه. السي بي ام هو تكلفه الالف طور. يعني اذا السي بي ام عندك 5 ريال، كل ما تدفع 5 ريال الاعلان حقك بيروح ل 1000 شخص، ممتاز جدا. 3 ريال ل 1000، 3 ريال بتروح ل 1000 شخص، وهكذا. فمثلا التيك توك ايش يبغى منك؟ والله التيك توك يقول لك يا عبد الرحمن انا ابغى منك فيديوهات قصيره. ما ينفع تسوي اعلان في تيك توك وتحط فيديو مدته 59 دقيقه ثانيه، ما ينفع ابدا مهما تحاول تقنعني، مع كامل احترام لكل المدارس وكل الاشخاص اللي يتكلموا انه على حسب الاعلان، على حسب مده الاعلان، على حسب الشخص. فاذا حتسوي لي والله يا عبد الرحمن الاشياء اللي حتكلم عنها، هذا تيك توك يتكلم معايا، فممكن احتماليه انه الناس يعجبهم الفيديو تكون عاليه، والسي بي ام ينخفض، والسي بي ام ينخفض حظهر لاشخاص اكثر، واذا ظهر لاشخاص اكثر نسبه انهم يشتروا تكون اعلى. طيب ايش هي مده الفيديو؟ 1 هذا في تيك توك. 2 تيك توك يميل دائما للفيديوهات اللي يكون فيها اشخاص، فيديوهات يعني تجربة عميل، تجربة مستخدم. وهنا لما نتكلم عن تجربة المستخدم كثير اشخاص يغلطوا في الحاجة هذه. اقول له روح جيب لي فيديو يو جي سي، ايش يروح يسوي لك؟ يصور لك. طبعا مو غلطة العميل او الاونر او ايا كان، غلطة صانع المحتوى. يروح يصور لك فيديو مدته 40 ثانية او 30 ثانية، كل 5 لقطات يصورها مع الحالة، وتحس كده انه الموضوع عبارة عن فيديو سينمائي وفيديو بيعي بنسبة 100%، ويا عميل تعال اشتري مني انا افضل واحد. غلط. فيديوهات اليو جي سي تجربة المستخدم، انقل شعورك للشخص اللي بيطلع له الاعلان بس. والله لو تصور فيديو مدته 10 ثواني وتتكلم عبارات طالعة من القلب للقلب وتجربة من جد، هذه تجربتك، انا والله عجبني القلم هذا، ابغى اوصل لك بكل ما اوتيت من قوه ان القلم هذا عجبني، هذا اسمه فيديو يو جي سي بس. ليش الاشياء اللي قاعد نشوفها هذه بوكسينج ويفتح العلبه اوكي ممكن تنجح، لكن نسبه كبيره ما جالسه تنجح. اذا هي نجحت معك فكويس حلو، لكن نسبه كبيره ما جالسه تنجح. والسبب يعود الى انه العميل صار عنده وعي عالي. انت لازم توصل له الشعور بالخوف، الشعور بالرغبة تكون في مكان اجتماعية، الشعور انك جالس توفر فلوس، الشعور انه تكون محبوب، ايا كان منتجك. لو قدرت توصل الشعور، شكرا. تيك توك يبغى كذا.
وصراحه هو مو التيك توك، الوضع صار كذا. يعني انت حاول انك تسوق. التسويق عباره عن ايش؟ التسويق بالعاطفه. انا ما بجي اليوم اقول لك والله خذ اشتري مني هذا القلم لانه هو احسن قلم في السعوديه، وهذا القلم ترى مره ممتاز ويكتب. لا 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 لا، انا بنقول لك تجربتي. اقول لك والله انا كل شهر كنت استخدم من قلمين الى 3 اقلام، ودائما احس كذا بالكتابه انها حتى خطي صار خايس من الكتابه. بس سبحان الله اول ما استخدمت القلم هذا حسيت انه خطي جالس يتحسن. انا كنت اعاني من موضوع مشكله الخط من وانا صغير، كان الناس كذا يطقطقوا. طبعا ما عندي المشكله دي، بس انا قاعد اعطيك مثال. فسبحان الله بعد ما جربته حسيت كذا ان خطي تحسن. اذا ودك وعندك مشاكل في الخط وكذا ودك تحسن خطك، او مثلا تشوف هنا الموضوع يبدا يتفرع على، شوف انا جالس اتكلم معك جاتني افكار تبدا تستهدف الامهات. ولدك تو داخل المدرسه وتخيل انه قلم رصاص وعنده مشاكل في الخط، هذا القلم سبحان الله بديت نتعلم فيه وولدي يطبق من اول يوم 3 ايام 4 ايام شهر شهرين خطوة تحسن. هذه تجربة العميل، هذا هو فيديوهات الجلسين اللي نتكلم عنها. هذه الفيديوهات اللي انت المفروض تحطها في تيك توك. هنا تيك توك يبدا ايش يسوي؟ يشوف الناس. طبعا انت لو سويت كل الاشياء اللي تيك توك طلبها اوتوماتيك الناس حتبدا ايش؟ لايك. اوتوماتيك الناس حتبدا تحط كومنت. اوتوماتيك الناس حتبدا تشير الفيديو. تيك توك لما يشوف الناس حبوا الفيديو يخفض لك تكلفة الاعلان. تعال يا عبد الرحمن، انت والله نزلت لي فيديوهات والناس حبتها، ما ينفع اعطيك نفس القيمة حق الشخص اللي مو عارف يسوي فيديوهات. هذاك انا بس لاخوك بحط له السي بي ام 30 ريال، وتعال انت انا بحط لك السي بي ام 3 ريال. وهذا تصير حملات اعلانية عندنا ما شاء الله تبارك الله. السي بي ام يجي 3 ريال 4 ريال 5 ريال توصل 10 9. فالفكرة كلها في المحتوى. المحتوى هو الأساس، والمحتوى عشان نقدر نجيبه صح أول شيء زي ما قلنا نفهم تيك توك إيش يبغى. فهمنا تيك توك إيش يبغى، خلاص أنت كذا بديت المرحلة الأولى. نزل الإعلان حقك هتشوف المبيعات. بعدها إذا أنت يعني متمكن تبدأ تدخل في أشياء ثانية، توسع السكيلينج. طيب إيش هسوي بعدين؟ اللي ترفع الميزانية. فالميزانية في عندك عمودي وأفقي. عمودي إنك تبدأ ترفع في الميزانية بشكل تدريجي، يعني من 100 ريال 120 150 180 200 أو مرة واحدة إذا كان الوقت يسمح. يعني عندك السكيل الأفقي إنك تبدأ تكرر وتسوي حملات ثانية أو مجموعات ثانية باستهداف ثاني وهكذا. هذا هو بكل بساطة الحملات الإعلانية. هذه هي الحملات الإعلانية. محتوى وافهم الشخص اللي قدامك. كل ما فهمت الشخص اللي قدامك وعرفت المشكلة اللي حلها منتجك. وذكرت لكم مثال بالقلم اللي قدامي، والله ولا أني مراجع ولا شيء، فتحت الكاميرا وجالس أتكلم بس عشان أوصل لك إن فكرة إنه الحملات الإعلانية ما هي أوكي، هي استراتيجيات من هالأمور، لكن الموضوع ما هو بالتعقيد اللي أنت شايفه. حاول تدرس أنا ليش ببيع هذا القلم للناس، إيش الشيء الناس اللي حيروح يفتح الجوال حقه ويشتري من عندي أنا، ليش بيشتري من عندي؟ إيش الشيء اللي والله عنده مشكلة في الخط، عندها مشكلة مع ولدها، تبغى ولدها يطلع متأسس صح. فحلو، هذه مشكلة الآن أنا لازم ألعب عليها بالضبط وأركز عليها. فكل فيديوهاتي تكون إيش؟ عن إنه مشكلة الخط بشكل عام. هنا بتكلم عن مشكلة الخط، بعدين أروح أتكلم عن الأمهات، تمام؟ بعدين ممكن أروح أستهدف أيا كان، ما أعرف، الخطاطين، الناس اللي تخط الطلاب، تمام؟ الطلاب اللي في مثلا اللي في الثانوي، الأشخاص اللي مهتمين بالخط، الكتاب، وهكذا تبدأ تتوسع. بعدين أنت مع الوقت مع التستات والاختبارات هتبدأ تشوف مين الفئة الأكثر اللي قاعد تجيب لك مبيعات وتبدأ تركز عليه، تمام؟ طبعا هذا كله ما يجي في إنه تحط الأمور هذه كلها في فيديو واحد، لا، إحنا لازم لما نبدأ نسوي حملات إعلانية في تيك توك لازم نسوي اختبار للمحتوى. تكلمت عن الموضوع هذا كثير في تيك توك صفحتي أكثر من مرة. إيش يعني عبد الرحمن تست إنك أنت تسوي أكثر من فيديو. أنا والله عندي المؤثر عبد الرحمن والمؤثر محمد والمؤثر علي. عبد الرحمن ومحمد وعلي أتواصل معهم، سوي لي فيديو يا عبد الرحمن
سوي لي فيديو محمد، سوي لي فيديو عادي بالاشياء اللي كنا قاعد نتكلم عنها، التفاصيل اللي تكلمنا عنها، مو فيديو روح صور لي فيديو كذا وخذ هذا والثاني مجان وعندي شحن وعندي مميزات وانا احسن واحد في العالم وانا لا. المؤثر لازم يعرف يتكلم، يخاطب الشخص اللي قدامه. سيبك من المتجر حقي انا، خاطب الشخص اللي حيشوف الفيديو. عندك 3 فيديوهات تروح تنزلها تسوي تيست، هتشوف مين اللي حينجح، عبد الرحمن ولا علي ولا محمد. يوم يومين 3 ايام حتبدا تعرف مين الفيديو اللي جاب نتائج. بعد تاخذ الفيديو ممكن تغير الفيديو نفسه، تحط عبارات، موضوع متوسع بتكلم عنه في حلقات ثانيه ان شاء الله. بس اذا عجبك الفيديو لايك كومنت شير سبسكرايب، نظبطنا بالامور هذه كلها. اذا انت حاسس ان الفيديو جاب لك قيمه فهذا اقل شيء يعني انا تسويه معي صراحه يعني ما هي دوره ولا شيء، هذا فيديو جالس اصوره بشكل عفوي، ممكن يفيدك. عندك مشكله معينه ممكن اغير لك السيستم عندك في المتجر او في اذا انت ماسك حمله اعلانيه. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.